ومساكم الله بالخير ومبروك ألف مبروك لجماهيرنا الرياضية، مبروك لكل الرياضيين حقيقة لتأهل منتخب الكويت للدور قبل النهائي. جهد بذل في هذه المباراة، من كان داخل الملعب، من كان خارج الملعب، من كان هناك في بلدنا الحبيب الكويت. المهم تأهل منتخب الكويت للدور قبل النهائي، مو هذا طموحنا نعم، ولكن شوي فرج لهيب نقول لك مبروك ألف مبروك. وش تقول لجمهورك اللي تابعوا هذه المباراة بأعصاب أنا أقول ليست من حديد؟ بسم الله الرحمن. طبعا البداية أحب أشكر الجمهور الأمانة اللي تواجد هنا وحتى خلف الشاشة، يعطيهم العافية ما قصروا، لولاهم يمكن ما وصلنا حق الانتاج. أنا أعتبر هذا إنجاز، كنا استعدنا استعداد لمدة 10 أيام، استعداد مكافح حق بطولة كأس الخليج، لكن في شيء وحيد اللي يتغلب على كله هو الروح. دامنا الروح موجودة راح نتغلب على كل شيء قدامنا. ان شاء الله يعطيك الصحة والعافية، نبارك والله محمد ابراهيم المفروض تلفزيون الكويت قبل الجزيرة خالد عرافة. ألف مبروك يا ابو نواف، يعطيك الصحة والعافية، نبارك لك. جماهير الكويت حقيقة كلها تبارك لمنتخب الكويت وتبارك للجهاز الفني والجهاز الإداري. انا عارف ربما الكلمات ما راح، لكن قول كلمة لك للجمهور. اول شيء الى الشعب، الى صاحب السمو من البلاد، الرسالة اللي سواها لنا والرسالة اللي سواها حق الكويت وشال قرار الإيقاف، هذه الرسالة تمت وسام في صدرنا، ولله الحمد للشعب الكويتي كله، لله الحمد اللاعبين كلهم أبطال بروحهم وعطائهم وأخلاصهم والتزامهم، قاعد يأدون دور كبير. ما هو سهل انك تتعادل وانت كنت فايز على العراق، ما هو سهل ايضا انك تفوز على البحرين، وايضا ما هو سهل انك انت تقاوم العمانيين في ظل هناك مقاومات كبيرة من خلال المنتخبات الأخرى، ولكن ما شاء الله عليهم كثر الله خيرهم ويانا ان شاء الله. وشاكر للشعب الرياضي وكل حكومتنا ومجلس الامه والدعم كله من الهيئه، كل هالامور هذه كلها. ولا ننسى دور احمد الفهد الاب الروحي للرياضيين، ولا انسى دور ايضا اللاعبين الابطال. وشاكر لكم انتم اخواننا تلفزيون الكويت، القناه الثالثه لدعمكم متواصل من خلال المحللين الطيبين ومن خلالكم انتم، ومشكورين. ابو نواف ابو مشعل، عفوا ايضا قبل لا تختم لقائك مع ابو نواف، بس ايضا ودنا نبارك له، وايضا لنا مداخلات هنا، يعني ايضا الكابتن ابو سليمان وايضا عبد العزيز حماده. نجيب لو سمحت لي، الجزيرة يبون محمد ابراهيم. دقيقة يعود لنا علي مقصيد تفضل، ايضا نجم من نجوم كرة القدم الكويتية. علي ألف مبروك، وتعال جاب لي الكاميرا، لا تنحاش لا تخاف، انا وياك، انا اخوكم الكبير مثل ما محمد ابراهيم مدربكم واخوكم الكبير. الجماهير الكويتية كانت تتابعكم بقلق حقيقة على ان هل يتأهل منتخب الكويت او لا يتأهل للدور قبل النهائي. قول لي عن المباراة وقول كلمة للجمهور. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وأبارك حق الشعب الكويتي وعلى رأسهم صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد والشعب الكويتي كله. بصراحة هذا أقل شيء نقدمه حق الشعب الكويتي والجمهور الكويتي اللي من زمان يعني كل ما تعود على البسمة، يعني صار له فترة طويلة يعني كله حزن بحزن الكرة الكويتية. إن شاء الله نرد سعادة الكرة الكويتية وفرحها ونرجع يعني الابتسامة على الجمهور الكويتي من خلال فوزنا بالمباراة قبل النهائي. وإن شاء الله هذه أشياء بعدين نفكر فيها، الحين كثر ما نقدر اليوم نستانس بهالفوز، من باكر ينلغي كل هالشيء ونفكر بخلال يومين لازم نفكر حق قبل النهائي إن شاء الله. شلون كانت أعصابكم علي ما قبل المباراة وأثناء المباراة؟ والله مشدودة، لأن المباراة يعني الفريق العراقي بطل آسيا وياي لك بدون ضغط بدون ولا شيء، ما عنده شيء يخسره، يعني مجرد آخر لعبة بالبطولة وبيمشي، هو طايح فيبي يحفظ ما يواجهه. وشفنا هالشيء، كان في ندية بالمباراة، ما كان خصم سهل. والله وفقنا بالتعادل الحمد لله على التأهل. يعطيه العافية. من الفرحة طاح الميكروفون يعني. ألف مبروك وشد حيلكم القادم. بقول أيضا للأخوة المشاهدين